السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم أكلة كده هفت على بالنا كده في رمضان. طبعا أنا كنت عاملاها أصلا من كام يوم، بس أنا كنت يعني ما كنتش فاضية إن أنا أمنتج الفيديو بصراحة وأنزله. فهنا طبعا زي ما انتم شايفين ده هنا فردة كوارع. دي هنا انا كنت شارياها وكده وخليت جزار ان هو يقطعها لي. طبعا هو الجزار زي ما انتم شايفين كده بيقطعها كده اجزاء يعني بسيطة، وبعد كده هنا بقى انا بكمل تقطيعها. طبعا هي ما شاء الله نضيفة جدا، ما فيهاش ولا شعر ولا اي حاجة. يعني في بعض الكوارع كده بتجيبيها بتلاقي فيها شعر رفيع، دي بصراحة لأ. أنا جبتها لقيتها بيضة جدا وما شاء الله عليها، ما فيهاش أي حاجة بصراحة يعني. فبقى طبعا خدتها حطيتها في مية أول ما جبتها، وبعد كده بقى هبدأ إن أنا أقطعها، إن أنا يعني أفصل الأجزاء دي عن بعضها. وتعالوا بقى نشوف هعمل فيها إيه بعد كده. طبعا انتي حابة الجزار يقطع لك قطع صغيرة، عندي مفيش أي مشكلة. بس أنا بالنسبة لي القطع دي كده مناسبة، لأن هي طبعا بيبقى فيها عظم كتير زي ما انتوا شايفين. فلما بتستوي يعني بتبقى هي يا دوبك اللي بتتاكل ايه، قطعة يعني كده صغيرة في قلب العظم، والباقي كده كده بيبقى عظم كتير يعني. هنا بقى طبعا انا جبت معايا قوطة وجبت بصل وجايبة جزر وجايبة شوربة دجاج. طبعا هنا بعد ما غسلتها ونضفتها حطلها دقيق، وحطلها ملح وليمونة كبيرة، وسبتها طبعا بعد ما قطعتها منقوعة في الخل، لا يا ربي في الملح، ما حطلهاش خل، في الملح وفي الليمون وفي الدقيق. سبتها شوية وبعد كده بقى بدأت ان انا ايه، عم احطها على النار. طبعا هنا زي ما انتم شايفين جبت حلة ناشفة، وهبدأ بقى ان انا انزل فيها بكل كمية الكوارع، وبعد كده هسيبها ان هي تتشوح كده شوية في قلب الايه الحلة السخنة، يعني تاخد زي صدمة كده. بعد كده هبدأ بقى ان انا انزل بالجزر، وهنزل بالبصل وبالطماطم وبشوربة الدجاج. طبعا انا كل مرة كنت بديها غلوة واحدة بس وبغير المية. المرة دي انا حوجتها على طول، لان هي ما شاء الله الكوارع صبحة جدا. يا دوبك انا جبتها من عند الجزار يعني على العمايل على طول، فبالتالي نضيفة ادتني شوربة حلوة قوي من اول استخدام، مش هحتاج ان انا اغير المية بتاعتها. فهنا بقى طبعا حطيت كمان لورا وحطيت حبهان، وهبدأ بقى ان انا انزل بقى طبعا بالمية بعد ما هسيبهم ايه تتشوح شوية كده في قلب المية السخنة. حابة بقى ان انتي تسيبيها مثلا، سوري يعني تعمليها على طول في مية سخنة، على طول تغلي مية وتسقطي فيها برضو براحتك خالص. بس انا بحب اديها ايه تشويحة يعني وكده زي اللحمة يعني. طبعا انا لما بدات تغلي بدات ان انا طبعا هي ما طلعتش ريم كتير خالص، حاجات بسيطه قوي قوي قوي. فبدات طبعا ان انا لميتها بالمعلقه، وده اللي يخليكي تطمني ان هي صبحه وما فيهاش طبعا زفره كتير. فالحمد لله يعني بصراحه كانت شوربتها جميله جدا، وما خدتش كمان معايا سوا. هنا بقى طبعا قلت على ما تستوي هبدا بقى، كنت جايبه هنا ممبار. طبعا قلبته وغسلته، طبعا قبل ما اقلبه غسلته بالملح والخل، وبعد كده بدأت ان انا اشطفه. وكنت عاملة بقى التسبيكة بتاع الممبار. طبعا سهلة وعملتها معاكم قبل كده في المحاشي، لان انا بحب اسبك للممبار، مش بحب اعمله بصراحة ني في ني، بيبقى طعمه مش حلو يعني. فكنت عاملة بصلاية مشوحاها مع فصين 2 توم، شوحتهم ونزلت بالصلصة، وبعد كده نزلت بالخضرة والرز، واسيبهم بقى يبردوا. وقلت اجي ابص على الكوارع. عايزه اقول لكم الكوارع دي صغيره يعني ما شاء الله عليها، ما خدتش سوا خالص. يا دوبك دي هنا كان بقالها على النار بتاع حوالي ساعه ونص كده، وفجأة لقيتها ما شاء الله بدأت انها تستوي. عكس الكوارع الكبيرة ممكن تقعد على النار ساعتين 3 او اكتر كمان من ساعتين، او احيانا برضو تقعد فترة طويلة جدا. فدي بصراحة ما خدتش معايا وقت نهائي. هنا بقى قلت خلاص بقى على طفيت بقى يعني عليها وكده وحطيت لها الملح. وبعد كده هبدأ ان انا احشي الممبار. طبعا الممبار انا بحشيه ازاي، ببدأ زي ما انتوا شايفين يعني او وريتكم قبل كده. ببدأ ان انا اعمل فتحة في الممبار، وابدأ ان انا ادخل الرز، وابدأ ان انا افرد الرز جوه. هعمل بقى طبعا بالشكل ده كذا واحدة، وهبدأ ان انا انضف الرز اللي موجود حوالين الصباع، دي اهم حاجة علشان ما يعجنش معايا من بره. طبعا الفيديو ده زي ما قلت له انا عاملاه بقاله كام يوم، بس بصراحه ده يعني يعني انا مواعيد رمضان للاسف الدنيا بايظه معايا خالص، ومش عارفه اصور ولا عارفه انزل حاجه.
بسبب الضغط وكده. فيعني وفي نفس الوقت والله يعني مش عايزة اقفل القناة خالص يعني. فبقولت كل ما هبقى ظروفي فاضية او تسمح هنزل يعني لحد ما تيجي الاجازة باذن الله. هنا بقى طبعا عملت معاكم اول صباع، هبدأ بقى بعد كده احشي برضو تاني صباع بنفس الطريقة. وفي برضو طريقة تانية هعملها معاكم بس بعد ما اخلص الطريقة دي. طبعا هنا انا ما رضيتش ان انا يعني اقطع من الفيديو او اجريه. قلت كده كده علشان الناس اللي هي عندها مشكلة ما بتعرفش ان هي يعني تعمل الممبار او كده، تشوف يعني سهل جدا والله. ولو هو طبعا رفيع، على فكرة برضو انا بعمل الرفيع والتخين بنفس الطريقة. طبعا في ممبار طبعا بيبقى ارفع من ده، بس ده جاموسي تقريبا فهو بيبقى تخين شويه. الممبار البقري هو اللي بيبقى رفيع. فانا لما اشتريته من الراجل يعني حسيت ان هو مليان شويه مش رفيع يعني. فالمهم عملته يعني وماشي حاله. بس هو احلى حاجه عجبتني فيه إن هو بلدي. وبنعرف الممبار البلدي ازاي؟ لما بيبقى ليه دهنه من بره. انما في ممبار تاني كده ما بيبقاش ليه دهنه من بره وبيبقى عامل زي الورقه، ده تعرفي ان ده مش ممبار بلدي. ده بيبقى الجلد بتاعه تخين شويه وبيبقى ليه طبقه دهن من بره. طبعا نظرا بقى ان احنا في رمضان وكده وانا مش عايزه اكركب كركبه مواعين كتير. وانتوا عارفين ان شوربه الممبار كده كده اصلا ملهاش لازمه واحنا مش بنشربها اساسا. وفي نفس الوقت يعني بتبهدل بقى الدنيا وانت بتغسلي المواعين، بيبقى فيها نسبه دهون عاليه. فانا بحبيت قوي لما عملت اول مره الممبار في الكيس الحراري. حبيت بصراحة ان انا اعمل التجربة مرة تانية. فهنا بقى جبت معايا كيس حراري حجم كبير. انا دايما بحب الاكياس الحراري بتاعتي تبقى كبيرة. ما بحبش الاكياس اللي بتبقى صغيرة دي او وسط، بحب اجيب اكبر مقاس. فهنا بقى رصيت فيه الممبار بقى كله. وهنزل عليه بمعلقة ممكن من يعني كوباية كده صغيرة من شوربة الكوارع، او عايزة تحطي حبة بساط من المية مفيش اي مشكلة. انا هنا بقى المرة دي مش هحط فيها شوربة. فاحد المرات يعني لما عملتها كنت بحط لها من جوه كبشه كده من شوربه الكوارع عشان اضمن انها تستوي. لما لقيتها بقى بصراحه بتستوي بالحراره ومش محتاجه ميه، لان في النهايه كنت بلاقي الشوربه دي موجوده زي ما هي. فقلت المره دي انا هحط الميه من بره بس. طب احنا هنحط الميه من بره بس علشان الكيس ما يتحرقش ويمسك في الصينيه. وطبعا الموضوع هيبقى متعب جدا ومقرف وانت تغسلي الصينيه، لان انا اول مره جيت اعملها للاسف الكيس لزق وقعدت يومين كاملين احاول انضف في الصينيه بصراحه يعني. هنا بقى قلت على ما الممبار يستوي والكوارع طبعا كنت طافية عليها. جبت كده لقمتين من العيش الفلاحي، طبعا ده العيش بتاع الارياف اللي هو بيبقى شقق كده. ده كان عندنا وبدأت ان انا اكسره حتت صغيرة. وقلت بقى هعمل طبق فتة جنب الاكل. بما ان طبعا ان احنا عندنا كوارع قلت بقى الكوارع لازم لها فتة. طبعا انا بصراحة لما اشتريت الكوارع دي كنت ناوية اعملها كنت اعمل ورق عنب بالكوارع. وبعدين فجأة غيرت المخطط يعني وانا بعمل الاكل. حسيت ان مفيش وقت وكنت راجعة من الشغل بصراحة متأخرة وتعبانة، فحسيت ان الوقت هيبقى ضيق ان انا اقعد احشي ورق عنب وكده. فقلت خلاص هسلقها وهعملها يعني اعمل جنبها فتة وخلاص وكده. حتى الممبار برضو ما كانش في بالي اعمل، بس جت برضو كانت ان انا طلعت كيس من الفريزر وعملته على طول يعني. هنا بقى طبعا هعمل الخل اللي انا بحطه على العيش. جبت هنا معاهم وحطيت معلقة من السمنة، عايزة تحطي زبدة مفيش اي مشكلة، بس دي سمنة عادية يعني من بتاعة العلب. وابدأ طبعا ان انا اشوح التومة ان هي بس تبقى لونها اصفر بس كده وتاخد لون اصفر. وبعد كده هنزل بحبة من الخل. طبعا الخل مش كتير يعني اقل من ربع كوباية. هبدأ ان انا طبعا انزل بيهم وهي طبعا انها تغلي شوية. مش هينفع طبعا ان احنا نحطها كده، لازم تغلي شوية وكمان نحط لها شوربة. بس طبعا قبل الشوربة قلت احط لها معلقة صلصة علشان تخلي العيش لونه حلو كده ومحمر. والخطوة فكرة حلوة قوي للناس اللي هما مش بيحبوا ياكلوا العيش. لما بنحط للعيش معلقة من الصلصة بيديله طعم احلى، فبالتالي بيتاكل مع الرز. اغلب الاطفال كمان بياكلوا الرز ويسيبوا العيش وفعلا ما حدش بياكله. انا واحدة من الناس زمان كنت بعمل كده وانا صغيرة. فجيت بقى دلوقتي طبعا انا احط صلصة، لا بحس ان العيش ليه طعم جميل يعني. هنزل بقى طبعا بحبة من
الملح. وبصوا بقى شوربة الكوارع ما شاء الله دسمة وحلوة قوي. هبدأ بقى ان انا انزل بكبشة كده او كبشتين من الشوربة، هنزل بهم على الصلصة بعد طبعا ما غليت. وهبدأ بقى بعد كده ان انا ايه، اسقي بيهم العيش. طبعا احنا مش هنخلي العيش مبلول قوي ولا غرقان، علشان خاطر ما يبقاش يعني مهري قوي. دول الحبة اللي انا حاططهم دول، بما ان العيش ده عيش فلاحي، فالعيش الفلاحي اتخن شوية من العيش المحمص اللي احنا بنجيبه من الفرن. فبالتالي هنا مش هيدوب قوي. انما طبعا لا تستخدمي عيش محمص من الفرن، قللي الشوربه. علشان كده كده انت لما بتحطي الرز على العيش هو بيطرى اصلا ده تلقائي، والعيش التاني ده بيبقى زي الورقه كده. انما العيش ده اصلا بيبقى يعني تخين، فحطيت له كبشتين شويه عشان يطرى شويه، ما يبقاش بيقرش تحت سناننا يعني واحنا بناكله كده. هنا بقى طبعا جبت معلقه من الزبده، حطيت عليها فص مستكه، وهبدا بقى ان انا ايه يعني بعد ما الزبده تسيح كده والمستكه تسيح فيها، هنزل بشويه رز ابيض، وهبدا ان انا ايه، اقلب بقى وكده. طبعا الرز الابيض عشان يديكي كمان طعم حلو قوي حط له كبشه شوربه الكوارع. يعني النهارده هنخلي شوربه الكوارع تقريبا في كل انواع الاكل ما عدا الممبار، هدخل قلب الرز كمان علشان تدي طعم حلو يعني. طبعا الفتة بتعتبر من اسهل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. فهنا بقى طبعا زي ما انتوا شايفين كده خدت كبشة من الشرب او كبشتين زي ما انت عايزة، وهكمل بقى طبعا مية عادي علشان ما تبقاش دسمة. طبعا اي حاجة بقى بتطلع فيها زي الطماطم، اجزاء بصل بنشيلها عادي، وممكن عايزة تسيبيها سيبيها، مش هيجرى اي حاجة يعني. بس احنا كده كده طبعا في ناس بتصفيها، بس انا يعني ايه عادي بشيلها مفيش اي مشكلة. وهنا بقى طبعا كانت فبتساعدني، فماما هنا بقى كانت عملت الصلصة بتاعة الفتة، شوحت فصين توم ونزلت بيهم بالصلصة، وحط ملح وفلفل. لانها كانت بتساعدني، فهي بصراحة ايه عملتها وانا واقفة يعني، عشان كده انا ما صورتهاش. هنا طلعت الممبار بقى من الفرن، عايزه اقول لكم الممبار طلع اصلا، بصوا والله طلع بنفس الشكل ده، ولا دخلته شوايه ولا حمرته ولا اي حاجه. هو طلع كله ناشف، لان المره دي ما حطيتلوش شوربه. المره اللي فاتت لما حطيت له شوربه كان الوش محمر تحت مش محمر، فاضطريت ان انا اقلبه على الصينيه واحمره من الوشين. المره دي بقى بصوا ما شاء الله خد لون حلو قوي في الجنبين. ومن ساعتها بصراحة بقيت أحب قوي أعمل الممبار في الكيس الحراري، ولا بياخد وقت ولا بياخد مجهود ولا أي حاجة. طبعا كان أكلنا النهاردة. أتمنى بقى الفيديو لو عجبكم، أتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وأتمنى الفيديو النهاردة كان جميل بالنسبة لكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.